MBC جروب تتراجع عن شراء مسلسل الكوبرا للمهرج محمد عادل إمام. اولا المهرج ده يبقى ابوك وامك وعيلتك وبلدك كلها، واللي كان من المفترض أن يعرض في رمضان لمدة 30 حلقة. شراء المسلسل من MBC كان لعرضه كعرض أول، وانت تعرف زين يا محمد عادل إمام وش معنى عرض أول، وتعرف زين يا محمد عادل إمام أصلا وش معنى أنه يعرض لك شيء على MBC. وبعدين يا محمد عادل إمام فيلمك الأخير أبو نسب، أنت تعرف زين أنه ما حقق لك المبيعات الأعلى إلا في السعودية. فيلم ابو نسب يا جاهل فيلم بيتعرض في جميع دور العرض العالمية بما فيها اندونيسيا وماليزيا والصين، كل دور العرض، ويكفي بس ان هو يتشاهد في مصر 100 مليون هيروحوا يتفرجوا عليه. يا جاهل عشان تعرف بس ان انت حتة حشرة صغيرة عند المصريين. عارف يعني ايه حتة حشرة؟ ها؟ MBC مصر مين يا حبيبي؟ MBC مصر ان شاء الله هتتقفل قريب علشان تبقى فاهم، وقريب ان شاء الله هتتقفل عليك وعلى قفا عمرو اديب ان شاء الله باذن واحد احد. وما انتج لك اصلا الا روتانا السعوديه. كل هذا يا محمد عادل امام خسرته في لحظه كنت تبغى تعيش فيها علينا. محمد عادل امام يعيش زي ما هو عايز، انت فاهم؟ يعيش زي ما هو عايز. يا ابني انت عايش في عالم افتراضي مش حقيقي. الاعلام والفلوس اللي بتدفعوها يا بابا عاملين لكم عالم افتراضي مش موجود. انت متخيل ولا ده؟ صح، نسيت ان انت ما بتعرفش تفهم كويس. تاني حاجه يا بابا عشان تبقى فاهم، احنا في مصر يكفي جدا جدا ان احنا نتفرج عليه، يكفينا جدا. انتوا كام مليون اصلا؟ 30 40 مليون، نصهم هتلاقيهم مغتربين مصريين وعرب. يعني انت مالكش لازمه. خير مين يا ابو خير؟ ها خير ايه يا ابو خير؟ يا ابني انت عيل مالكش اي 30 لازمه اقسم بالله، ومالكش اي قيمه. بطولات وهميه. اذا انت كنت صدق تبي تتكلم عن القضيه الفلسطينيه تعال واعطيك معلومات مهمه. سجل عندك، حكومة المملكة العربية السعودية صنفت كأكبر داعم مادي في العالم لفلسطين والفلسطينيين. وانتوا اخر ناس تتكلموا على القضية الفلسطينية يا راجل، ده انتوا ما عملتوش دقيقة واحدة حداد، دقيقة واحدة حداد على اللي حصل هناك. الحمد لله في مصر عملنا 3 أيام حداد وما وقفناش لحظة في الامدادات او المساعدات. مساعدات يا ابو مساعدات اللي بتقول اكبر داعم ماليا. انا رديت عليك قبل كده، خد ده وبرضه خد ده تاني ماشي، عشان كل حاجه مكتوبه بالورقه والقلم وموجوده يعني. وبعدين الموضوع مش فلوسه بس ولا اكل وشربه بس، حاجات اكبر منك بكتير. اكبر داعم مادي يا محمد عادل امام وليس هذا التصنيف من جهات رسمية عالمية معتمدة وموثوقة. وسجل عندك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول بعمره القمة العربية اللي في الظهران سماها قمة القدس، وسمو سيدي ولي العهد الله يطول بعمره أصر أنه لا بد من قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل تنفيذ أي اتفاقات دولية أخرى. أزيدك من الشعر بيت يمكن تفهم. أئمة الحرمين الشريفين يدعون لفلسطين والفلسطينيين والقدس في كل جمعة. بعد هذا كله جاي تزايد علينا في بلدنا يا محمد عادل إمام؟ يا أخي اختش يا أقل شيء. يوم طلعناك وكرمناك على المسرح اشكر اللي كرموك وقدروك واحترموك. طيب انا يعني هو الراجل ما شكرش، انا مضطر ان انا اشكر مكانه يعني بصراحه. فانا عاوز اشكر ابن الوسخه اللي كرموه وابن الوسخه اللي دعاه. وعايز اقول لكم ابعدوا عن المصريين عشان المصريين زعلهم وحش، والله زعلهم وحش حرفيا يعني ماشي. فانت اقرب لك ما تدعيش مصريين تاني، ما تدعيش فنانين مصريين، علشان اللي في مخكم مش هنعمله ومش هيحصل ماشي.
تراك قاعد تاكل من خير هذا البلد بطريقة أو بأخرى، إما بإعلام أو قنوات أو جمهور كبير جدا في السعودية. جمهور كبير ايه يا ابني؟ انت مجنون. هتيجوا انتوا جمهوركم ايه جنب 100 مليون؟ انت مجنون والله العظيم مجنون. عايش في عالم افتراضي حقيقي يا ابني، انت مالكش قيمة. انت عايش حياة افتراضية ملهاش وجود. انت متخيل؟ مش ممكن. انت والله فعلا حاجة مضحك جدا. احترم هاللقمة واشكر هالنعمة. كنت اسأل نفسي كثير مين براقش. اليوم عرفت وش معنى على نفسي هجرت براقش. وانا كمان عارف مين براقش. براقش دي تبقى امك برضه. المهرج محمد عادل امام، انت رايح فين؟ وما تنساش تسلمني على المهرج ابن المهرج ابوك وامك، ماشي؟ هنشغلك في الرئيس بتاعكم ولا الملك بتاعكم، عشان هو لوحده معروف. مع نفسكم بقى. يلا 60 دقيقة.